التدخل الجراحي. التدخل الجراحي وقتاش اون انديك شي لو باسيون وقت اللي في حاله وقوع مضاعفات ديجا اون كا دو كومبليكاسيون ريتونسيون ايغو دورين ا ريبيتيسيون برشا مرات المريض يتسكر وبرشا مرات اشاك فوا يقعد يمشي ويجي على لي زورجونس يحط في السونت فيزيكال ولا حط سونت فيزيكال وبعد يعطيناه الدواء اللي يرخف البروستات وشيء ما وما نجم كانش اشاك فوا افيكاس. ينحي السونت يرجع معناتها دون لور ولا في نهار نهارين يرجع يحط السوند مش يقعد بالسوند مع تحيته الكل لازم يعمل عمليه باش نجم يرجع يتبول بصفه طبيعيه. اون كا ديشيك دو تريتمون ميديكال معناتها المريض ياخذ في الوصفه الطبيه الكامله مثلا دواء ولا زوز دوايات وباقي متقلق مع التاثير على جوده الحياه، ولا في لي زوتر كومبليكاسيون مثلا معناتها حجره في شكاره البوله مثلا وقتها التريتمون يكون دو زونا نعملوا عمليه باش نحيوا الحجره اللي في الشكاره وزاد نحيوا الورم الحميد اللي في البروستات اللي هو مسكر. باهي تخي بيان. نحكيو شوية كان تسمح دكتور على ما بعد التدخل الجراحي، الانعكاسات على حياة المريض سواء العادية أو حتى جنسيا. هل عنده تأثير أو لا؟ معناه يسترجع المريض بالعكس يمكن حياته بصفة عادية كما كان قبل. يعطيك صح على السؤال أريج. بالنسبة للتدخل الجراحي هو التدخل الجراحي سواء بالمنظار وإلا بالجرح، ولهنا انت والكبر نتاع البروستات، اذا كان البروستات تكون كبيره برشا فوق 80 100 جرام وقتها يحبذ انه نعملوا تدخل بالجرح، نحيوا الورم الحميد هذايا وبعديك ترجع البوله مسرحه بالكدا بالكدا، يولي المريض تتحسن الكاليتي دفي نتاعو، ما عادش يقوم برشا في الليل وما عادش ياخذ دواء بطبيعته، هذاك تكلفه كسوسوا على الدوله ولا على المريض. واذا كان البروستات اقل من 80 60 جرام وقتها العمليه تتم بالمنظار عن طريق القنوات الطبيعيه من غير جرح. كيف نفس لوبجيكتيف هو اونليف لوبستاكل معناتها نحيو الغده هذيا باش البوله ترجع مسرحه وما عادش المريض ياخذ دواء. سور لو بلان ميكسيونيل المريض تبدا العمليه معموله بالكدا بالكدا، العمليه هي اون جينيرال امنه، ماهيش عمليه صعيبه برشا ولا مخطره وفعاله، معناتها المريض باش يحس روحه تحسن بالكدا بالكدا في البوله، باش يولي يفرغ المثانه نتاعو بالكدا بالكدا، باش ينقصوا لي سيمبتوم، باش ينقص عليه القومان في الليل وجوده الحياه باش تتحسن. اكيد. فما حاجه مهمه ياسر لازم المرضى يعرفوها على العمليه، انه ما عندهاش انعكاسات على القدره الجنسيه، معناتها ما فماش ضعف جنسي بعد العمليه. معناها لا علاقة لعملية التدخل الجراحي للبروستات، هوني في علاقة بالتضخم الحميد للبروستات، ما عندوش أي تأثير على القدرة الجنسية للمريض. ماهوش باش يتحسن وماهوش باش يخيب، بتتر ينجم يتعب شويه لكالكو سيمين بعد العمليه ومن بعديك يلفا ريبروندر لو نيفو ابيتوال نتاعو داكورد. ولهنا فما دي تريتمون اللي نجموا نعطيهم للمرضى باش نحسنوا في القدره الجنسيه، ما فما حتى مشكل. بقى فما حاجه مهمه ياسر معناتها في العمليه هذه كي نعملوها، فما لو ريسك ديجاكولاسيون ريتروغراد، معناتها وقت اللذه في العمليه الجنسيه المني ينجم يولي ما عادش يخرج. هذه من انعكاسات نتاع العمليه. دونك il faut impérativement aviser le patient افون لانترفونسيون، قبل العمليه نفسروا له نقولوا راه هكا وهكا وهكا باش يبدا في بالك.